السلام الله عليكم جمهورنا الرياضي. مثل ما تشاهدون هنا الدقيقة 24، المنتخب المغربي بقى مازال خاسر بهدف مقابل صفر. شفنا فرص للمنتخب المغربي لكن بدون فعالية، بدون ترجمة هذا الفعالية إلى هدف. شفنا خطأ من زياش كاد يكلف المنتخب المغربي هدف ثاني. شفنا النصيري شوية ما كاش تركيز للنصيري، كاد يسجل الهدف على الأقل. يعني المباراة وسط ميدان تقريبا كان لجنوب إفريقيا. حسب ما شفت أنا جنوب إفريقيا هو اللي كان أسرع، هو اللي كان يبادر أكثر. المنتخب المغربي حاول صنع فرص لكن ترجمة للأهداف ما كانش. زاد خرج أيضا نصير مزراوي. هنا بعض التنبيهات وواحد التعليمات ركراكي للاعبين المنتخب المغربي. لحد الآن راه متفوق هذا المدرب. هذه بعض الجماهير للمنتخب جنوب افريقيا اللي تساند في الفريق او بطبيعه الحال، مع انهم متاهلين في زوج كي المنتخب المغربي. مباراة تحسب للمنتخب المغربي سواء ربحها او خسرها او عدل النتيجة، لكي يعرف ما هي اجواء افريقيا. وهذا فقط راكم تشوفوا في الملعب هذا راه مليح. كنت تشوفوا الملعب نتاع اللي راح يلعب فيه المنتخب التونسي كارثة، أقل حاجة نقولوا عليها كارثة. تعرفوا كارثة. هذا الخطأ اللي صرا، وكاد يعني يكون الهدف الثاني للمنتخب المهاجم ما عرفش كيف يعني تيري الكرة. عنده الزهر يعني زياش، وكان تحمل مسؤولية الهدف هذا. هذه بعض الفرص كانت للمنتخب المغربي. كنت نتكلم على الملعب، يعني الملعب كي جابوما الملعب. هذه لقطة كانت الأكرد ضربت في كتفه. ونهاية الشوط الأول يعني